زي ما احنا متفقين مع بعض ان دايما اللي بتكون فيه صعوبات في اللغه شويه بيبقى سببها ان في حاجه موجوده في لغه ومش موجوده في لغه تانية. يعني لو هنتكلم عن الانجليش مثلا، الانجليش مثلا في حاجه اسمها ادوات نكره. ادوات نكره. فلما بيجي حد بيدرس انجليش وهو اصلا بيتكلم عربي، بتبقى موضوع ادوات النكره بالنسبه له مش سهله، مش مستوعبه قوي، مش واضحه. مش لانها صعبه طبعا، لا، لانها مش موجوده في العربي. العربي مفيش حاجه اسمها ادوات نكره. مفيش ادوات نكره في العربي. في كلمه نكره، لكن الكلمه طالما ما جاتش باداه تعريف في العربي بتبقى خلاص نكره، هي كده. لكن في الانجليش برضو في اداه نكره. يعني ازاي؟ لما اقول مثلا بالانجليش مثلا بن. بن يعني قلم. بن. بن قلم. بالعربي معناها قلم. لكن لما اقول بالانجليش ده قلم، هقول this is a a pen. ايه الآ دي؟ دي أداة نكرة مش موجودة في العربي. فعشان كده لما بيجي حد بيتكلم انجليش وهو اصلا بيتكلم عربي او بيفكر بالعربي او بيفكر بالعربي، يعني بيكون الجمله بالعربي. فلما بيجي حد بيفكر بالعربي او بيكون الجمله بالعربي ويتكلم انجليش، بيكون الجمله بالانجليش بطريقه العربي، فعشان كده بتطلع مش صح. يبقى الحل ان احنا بنتعود على الجمله الانجليش بطريقه الانجليش مش بطريقه العربي، عشان تبقى الجمله بالانجليش صح. فدي من بعض الحاجات اللي شويه بتعمل لخبطه شويه، لان العربي ما فيش حاجه اسمها ادوات نكره في العربي. ادوات نكره بالانجلش اللي هي الاي والان بتيجي مع الكلمه المفرد بس. زي this is a window. this is a window. window يعني شباك، لكن a window يعني شباك بس بنحطها مع الكلمه دي اداه نكره. ادوات نكره بالانجلش الاي والان. نعرف ازاي امتى بنستخدم الاي وامتى بنستخدم الان ستيب باي ستيب، لكن الاول بنعرف فكره ان في حاجه اسمها ادوات نكره بالانجلش عشان في تكوينه الجمله يبقى معروف ان الجمله بتاخد اداه نكره، وفي حاجه اسمها ادوات نكره بالانجلش، لان دي من اكتر الحاجات اللي بتعمل يعني تكوين جمله غلط في الاول. جود luck.